السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني والله كتير قوي. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة شوية سمك مشوي كده بمناسبة يعني رجوعنا بعد الغيبة الطويلة دي. حبة سمك مشوي في البيت بدون بقى ما ندخن الدنيا ولا نتضايق من الريحة ولا أي حاجة. حضري بقى معاكي ايه شوية خضار تحبيشة كده جميلة. هتبقى خلطة أو دقة أو تتبيلة للسمك بعد ما يتشوي نحطه فيها على طول فيشرب من الطعم التحفة ده. معايا حزمة بقدونس، أو لو بتحبي كزبرة عايز تحطي كزبرة خضرا مفيش مشكلة، قطعتها صغير. معايا بصلاية كده قطعتها رقيقة سواء جوانح أو شرايح بس رقيقة، وطماطميتين والطماطم تكون جامدة، وقرن فلفل اخضر، وحبة توم كده دقاهم في الهون مع ملح وكمون وكزبرة، وكمان معلقة من هريسة الفلفل الاحمر او الشطة، وحوالي 3 ليمونات كده. كل الكلام ده بقى معايا بعد ما جهزت بقى كل الكلام ده. الكوبايه اللي مطرحها هرسه الشطه دي هي كانت اخر معلقه، فانا اخدتها فالكوبايه فاضيه. هستخدم الكوبايه في ايه؟ البواقي اللي فيها دي عصرت عليها الليمون، حطيت يعني حوالي نص الكوبايه اللي قدامي دي ليمون وخل، وزودتها بالميه، وهظبط الملح بتاع التتبيله او الميه الدقه اللي معايا دي. كل ده بقى هديله تقليبه حلوه، هشيل منه جزء احشي قلب السمك بيه، وحبه كمان هحطهم كده في بوله او في سلطانيه، هاخد منهم مثلا ايه على الاكل لو عايزه ازود من الخلطه اللي طعمها جميل قوي دي. وهنشوف مع بعض هنعمل ايه. بصوا بقى دعكت كل الكلام ده كده دعكه خفيفه، وهزود بقى عليه الخل والليمون والميه اللي انا ظبطتها وحبشتها دي. الالوان تحفه، الوان حلوه قوي. شلت شويه كده زي ما قلت، هنحشي بيهم قلب السمك و... واهي زودت بقى كل الحبه السوائل اللي انا حطيتهم دول والخل والليمون، وهزود شويه ميه كمان صغيرين علشان السوائل بتاعتي كده حسيتها قليله شويه. هاخد بقى كل ده على البوتاجاز يغلي غلوه غلوه، يعني عارفين يسخن يبدا يغلي، فاروح طافيه عليه على طول. في طريقه تانية على البارد، نفس الخطوات بس على البارد، وتنزلي فيها السمك، ولكن انا حبيت ان هو يطلع كل الروايح الجميله اللي فيه فيديني النتيجه احلى. بس ان شاء الله المره الجايه هعملها معاكم على البارد باذن الله. بصوا بقى معايا ايه، معايا سمك بولتي ومعايا ايه وحدتين من البوري. السمك اللي معايا انت لما بتيجي تشتريه بتخلي الراجل يفتح لك البطن بس وينضفها، ولكن مش بيقشره، يعني انت بتقولوا انا عايزاه للشوي، فمش بيشيل القشر الخارجي ولا الزعانف. غسلته غسله بنت لذينه، ونقعته بقى في ميه وليمون ودقيق وملح شويه كده، ما تسيبيش السمك كتير علشان مش يطرى قوي ولا يتهري. والدقه بقى اللي معايا توم وفلفل وملح وكمون وكزبره وشويه كمان من الشطه او البابريكا. تبلت بيه قلب السمكيه تمام كده. دلوقتي بعمل شويه الرز بقى، يعني ركنت السمك يقعد شويه في التتبيله عقبال ما اجهز انا الرز بتاعي. بصلايه حلوه كده كبيره بشرتها بشر ناعم، انا مش بحب اخرط البصل بتاع الرز علشان لما بيبقى القطعه بتاعته كبيره بيعوم على وش الرز، وانا عندي بناتي بيشيلوه مش بيحبوه. فمن الافضل بالنسبه لي ان انا ابشره تبقى البصلايه ناعمه. بشرت كمان طماطمايه وقطعت قرن فلفل كده ايه سبايسي كده مع الطماطمايه. الزيت بتاعي كان سخن، البصلايه اتحمرت تحمير غامق، عايزاه لون بني غامق. نزلت عليها بعد ما اتحمرت بالطماطميه والفلفلايه. بصوا لون الميه، نزلت بقى بالميه المناسبه لكميه الرز اللي هتعمليها. الرز المصري عموما ما بياخدش ميه كتير، يعني كل كوبايه رز كوبايه ميه، وممكن يزيد شويه في بعض الانواع بتاخد زياده حبه بسيطه، يعني ممكن يحتاج كمان ربع كوبايه ميه. فانتي خليكي على القليل الاول، ولو احتاجتي زياده حطي. شوحت مع البصل والحاجات دي معلقه كبيره من الكمون، وحطيت له الملح بتاعه، وحطيت له كمان شويه من البهارات المشكله او ال7 بهارات، بتدي للرز بتاع السمك
طعم وريحة حلوة قوي. كل ما هتغمقي البصلاية كل ما هتديكي رز بني جنان. معايا ايه بقى دلوقتي؟ معايا ردة عادية خالص بتشتريها من عند العطار. السمك بتاعي ببله كده من بره في المية بتاعت التتبيلة. مطرح التوم اللي انا دقاه، بس بتحطي له شويه خل او ليمون، او خل وليمون مع بعض، وبق ميه صغنن، بحيث ان السمكيه من بره تبقى جسمها مبلول، فلما تحطيها في الرده تشرب ايه شويه من الرده تثبت عليها. معايا بقى الجريل، ودي النقطه اللي احنا هنعملها مهمه جدا، ان الجريل بتاعتك تسخن قوي تسخن قوي. ليه؟ اولا علشان السمكية ما تجيبش ميتها، ما تلاقيش الجريل دي عايمة مية، احنا مش عاوزين كده. كمان عشان السمكية ما تلزقش، لو الجريل باردة السمكية هتلزق. بصوا بقى السمك بتاعي التصوير مش موضح دلوقتي، بس اللقطة الجاية يعني الدور التاني في السمك، في تسوية السمك هبين لكم اكتر. السمك بتاعك بقى بتسويه ازاي؟ اولا الجريل سخنة زي ما قلنا، مش مدهونة ولا زيت ولا اي حاجة خالص. بتاخدي السمك من الردة على الجريل، اوكي، بتسيبيه 10 دقايق على الوش الاولاني، ما بتقلبيهوش خالص ولا بتحركيه، 10 دقايق. وبعدين بتحطي عليه اي غطا، اي صينية، اي سيرفيس كبير، اي حاجة بس تكتم البخار اللي طالع معاكي في وقت التسوية، بحيث ان ايه الحرارة الشديدة دي لما تبقى مكتومة على السمك قلب السمكية من جوه هيستوي. اوكي، ما بنطولش، السمك مش محتاج وقت اصلا، هم 10 دقايق على الجنب ده، 10 دقايق على الجنب التاني، خلاص السمكية بتاعتك استوت اوريدي. وهقشرها معاكم وهتشوفوا ازاي السمكية ما شاء الله طالعة مفيش ولا كلمة يعني. هنغطيها اهو، اي صينية، اي سيرفيس، اي حاجة مش مشكلة، مش مطلعه بقى دخان ولا ماليه الشقه ولا مش قادره وعماله بكح، مفيش الكلام ده خالص خالص، زي ما انتوا شايفينه دلوقتي قدامكم. بقلب السمك على الناحيه التانية وبروح مغطياه برضو 10 دقايق. السمك اللي طلعته الاول اهو هشيله بقى من الدقه الجميله دي بالخضار والتحبيشه الحلوه دي، هشيله احطه بقى في السيرفيس وافضي الصينيه، بحيث ان انا اطلع التاني اللي في الجريل احطه مكانه. الريحه بقى مش قادره اقول لكم. نسيت اقول لكم حاجه مهمه جدا في الصينيه دي، في الدقه والخضار اللي انا حطيت كمان معلقتين من الزيت. طب بيعملوا ايه؟ بيعملوا حاجتين، بيدوا لمعان حلو للسمكيه بتاعتي بعد ما تتشرب من الدقه دي. الحاجه التانية بتخلي القشره تطلع معاكي بمنتهى السهوله. معلقتين زيت وانتي بتقشري السمك بقى وتفصصيه، بتطلع القشره بمنتهى السهوله، وتلاقي اللحم كده طالع ايه، يعني الفص كده بفصه من السمكية. ادي الرز بتاعنا كمان استوى، بمجرد ما بيتشرب المية بتاعته بوطي خالص، بحط الشياطة. الرز طالع مفلفل وجميل، وتقدري تتحكمي في لون الرز حسب لون البصل وانتي بتحمريه. كل ما تحبي الرز بني قوي غمقي البصلايه، بس المهم البصلايه معاكي ما تسودش. لو اسودت قوي بتمرر، فاحنا مش عايزينها توصل للون اسود يعني. ادي السمكتين البوري اللي معايا، ويفضل لو هتشوي بوري لازم تكون السمكية حجمها كبير، يعني السمكتين دول تقريبا كيلو او كيلو الا حاجة بسيطة خالص. بتقلبي السمكية كده. بصوا هي خدت خلاص اللون من على الناحية الاولانية، هنحطها على الناحية التانية ونعمل نفس الخطوات برضو، نغطي بالصينية. الدخان اللي طالع حاجة بسيطة جدا، مجرد ما بتفتحي الشفاط ما بتحسيش بيه في قلب الشقة. بس في نفس الوقت انت بتاكلي حاجة نظيفة وصحية وخفيفة للناس اللي عاملة دايت، او الناس اللي مش بتحب المقالي، او الناس اللي عايزة توفر زيت، براحتك بقى ايا كان الاسباب بتاعتك. ادي السمك بتاعنا اهو، ده كان اخر حاجة. وهوريكم برضو معايا دلوقتي بفصصه بمنتهى السهولة، والله بجد كان حلو جدا تحفة. بتعملي بقى شوية سلطة خضراء، تعملي شوية طحينة. محبتش ادوش الفيديو بحاجات كتير، انا كان الفكرة الاساسية هي السمك ازاي نشويه يطلع مستوي. بصوا بقى فصوص فصوص كده،
زبدة، والله العظيم السمك زبدة ومستوي، مفيش سمكية فيه نية، مستحيل. وصلي عامل ازاي؟ انت اصلا بتضغطي عليه وهو على البوتاجاز بتحسي ان هو استوى. وبألف هنا.